السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعينا الكرام، نقدم لكم أخبار الجوازات السعودية وأخبار السعودية اليوم. نبدأ بعناوين سريعة من أخبار السعودية، ثم ننتقل إلى بعض أخبار الجوازات. كلنا ندعو ونقول اللهم احفظ السعودية من الزلازل والفتن والأوبئة والأمراض. يا ريت الكل يكتب آمين في التعليقات. نبدأ نشرتنا بعناوين الأخبار السريعة ثم أخبار الجوازات. ولي العهد ورئيس الوزراء الباكستاني يوقعان اتفاقية الدفاع الاستراتيجي المشترك. السجن عامين لشخصين حاولا قتل رئيس زامبيا بالسحر. إحباط تهريب 318 كيلو جرام من الحشيش والقاتل المخدر بعسير وجازان. امرأة يمنية تنتقم من زوجها بسكب الزيت المغلي عليه أثناء نومه عندما تزوج بالمرأة الثانية. وفاة هادي أحمديني، تبرع بكليته قبل أشهر من وفاته وانضم إلى فريق غوث، وكان متحمس جدا وهو في حرس الحدود السعودي. بسبب غفوة مراقب جوي، طائرة باريس كادت أن تتحول لكارثة وظلت في الهواء لمدة ساعة. مقتل واختفاء 150 مدافع عن البيئة في عام 2024. ولدينا أيضا عاجل جدا، مقتل 6 أشخاص في انفجار ناجم عن غاز بمبنى سكني في إيران. السعودية تدين توغل الكيان في القطاع. ورئيس الاستخبارات التركية يصل دمشق للقاء الرئيس السوري. المرصد السوري، انفجار مجهول على طريق حلب. مدير صحة جدة يكرم المهندس هتان حمودة لجهوده في إنجاح الفعالية. أمش 2. وفاة الطبيبة العراقية بان. التحقيقات تتجدد من جديد بعد إغلاق القضية بسبب وجود شبهة انتحار، ولكن بعد وجود صور ومحادثات مسربة تم فتح القضية من جديد. وفاة شقيق جد تركي آل الشيخ بعد معاناة مع المرض. لدينا في أخبار الجوازات عاجل جدا. آخر الجوازات تعطي المقيم حق إلغاء الخروج النهائي الذي يصدره الكفيل في الحالات الجديدة. وأزمة وزلزال في قرارات السعودية، إقامات الزوجات تدخل مرحلة جديدة غير مسبوقة. والجوازات تعلن فتح باب تصحيح أوضاع المخالفين وإسقاط بصمة الترحيل. ونبدأ مع الخبر الأول. الجوازات تعطي المقيم حق إلغاء الخروج النهائي، وذلك يأتي في إطار سعي المملكة وضمان حقوق العمالة الوافدة. تعتبر المملكة العربية السعودية واحدة من الدول التي تستضيف عدد كبير من العمال. وشروط ومتطلبات إصدار تأشيرة الخروج النهائي للمقيم. تعد تأشيرة الخروج النهائي من الوثائق المهمة التي تمكن المقيم من مغادرة المملكة بشكل نهائي، ولإصدار هذه التأشيرة يجب أن تتوفر الشروط التالية. صلاحية الإقامة يجب أن يكون المقيم ساري المفعول، أن تكون إقامة المقيم سارية المفعول عند تقديم التأشيرة. صلاحية جواز السفر، خلو السجل المروري من المخالفات المرورية، عدم وجود مركبة مسجلة باسم المقيم، ويشترط ألا يكون لدى المقيم مركبة مسجلة باسمه عند تقديم طلب الخروج النهائي. تسجيل البصمة، يجب أن يكون المقيم قد قام بتسجيل بصماته في النظام. تواجد المقيم داخل المملكة، يجب أن يكون المقيم متواجد داخل المملكة عند تقديم طلب التأشيرة. عدم وجود مخالفات استقدام. وفي الحالات التي يحق فيها للمقيم إلغاء تأشيرة الخروج النهائي قبل مغادرة المملكة خلال فترة صلاحية التأشيرة أثناء عدم وجود مخالفات تواجد المقيم داخل المملكة، يمكن للمقيم تقديم طلب لإلغاء إلكترونيا عبر منصة أبشر باتباع الخطوات التالية. تسجيل الدخول إلى منصة أبشر، الدخول إلى قسم المعاملات الإلكترونية، اختيار خدمة تأشيرة الخروج والعودة، إلغاء تأشيرة خروج وعودة، إدخال رمز الأمان المرسل إلى الجوال المستخدم، إدخال رقم المقيم المراد إلغاء تأشيرته، تأكيد الإلغاء. وننتقل إلى خبر آخر عاجل جدا. وزلزال في قرارات السعودية. وتواصل المملكة خطواتها في تطوير بيئة الإقامة والعمل للمقيمين، وذلك عبر سلسلة من التحديثات التنظيمية التي تهدف إلى تحسين شروط استقرار الأسر الوافدة وتسهيل الإجراءات الرسمية بما يتماشى مع الأنظمة المحلية والتشريعات الدينية والاجتماعية. يأتي هذا التوجيه ضمن إطار رؤية المملكة 2030، والتي تهدف على تعزيز جودة الحياة وجعل المملكة وجهة جذابة للعمالة الماهرة والأسر المقيمة.
ومن أبرز التحديثات التي تم الإعلان عنها مؤخرا إلزام الزوجة التي تختلف ديانتها عن ديانة الزوج بالحصول على إقامة مستقلة برسوم قدرها 500 ريال سنويا بدل من ضمها تلقائيا إلى إقامة الزوج. ويستند هذا القرار لأهمية مطابقة الوثائق الرسمية مع القوانين السعودية وتوضيح الوضع القانوني لكل فرد. خطوات ضم الزوجة والأبناء إلى إقامة الزوج. حرصت المملكة على توضيح الخطوات وهي كالتالي: ملء نموذج رسمي لطلب ضم الزوجة والأبناء مع تقديم كافة البيانات المطلوبة. مطابقة بيانات جواز السفر مع بيانات رب الأسرة لتفادي الأخطاء. الحصول على تأشيرة دخول من السفارة السعودية في بلد المقيم. تقديم إقامة رب الأسرة الأصلية كشرط أساسي. إرفاق صورة شخصية حديثة لأفراد الأسرة بمقاس 4:6. وننتقل إلى الخبر الأخير. الجوازات تعلن فتح باب تصحيح أوضاع المخالفين وإسقاط بصمة الترحيل. ويكون بالتالي انتهاء مدة الترحيل، صدور قرار وزاري، إتمام فترة الإبعاد، سداد الرسوم والمخالفات، ويشترط لسقوط البصمة سداد جميع الرسوم والمخالفات المرورية المستحقة. شكرا لكم.